مرحبا. اليوم الفيديو راح أقدم لكم أطيب وصفة ممكن تعملوها، وهاي الوصفة ضروري تجربوها لسفرة رمضان لأن طعمها رهيب. راح نتبل ونشوي أفخاذ الدجاج بطريقة سهلة وتتبيلة مميزة ومكونات قليلة. أيضا راح نعمل الصمون الكهربائي بعجينة سهلة وخفيفة. تابعوا الفيديو للنهاية حتى تستفادون من الوصفة، وقبل ما تشوفون الفيديو ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. لدي كيلو من أفخاذ الدجاج، فتحتها بهذا الشكل، العظم يكون بالمنتصف، شرحتها بهذه الطريقة. راح نسوي التتبيلة، أحتاج طماطة وبصل و3 فصوص ثوم، ربع كوب من الخل الأبيض وكوب ماء. راح أضربهم كل زين بالمضرب الكهربائي. بعد ما خلطتهم كل زين راح نضيف باقي التتبيلة. أحتاج معلقة كبيرة من معجون الطماطة، وربع كوب من زيت الزيتون، ومعلقتين كبار من الصلص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. أما البهارات اللي استخدمتها، أحتاج 3 حبات هيل، قرفة، قرنفل، جوز الطيب، كمون، فلفل أحمر بارد، فلفل أحمر خشن، فلفل أسود، ومعلقة سماق، وبهارات الدجاج، وملح. راح أكتب لكم على الشاشة البهارات اللي استخدمتها في التتبيلة. نخلط التتبيلة كل زين، وراح نضيف أفخاذ الدجاج داخل التتبيلة ونتركهم لمدة ساعة إلى ساعتين بالتتبيلة. وبهذا الأثناء احنا راح نستغل الوقت وراح نعمل الصمون الكهربائي، وراح نسوي هسه العجينة. حتى نسوي عجينة هشة أحتاج كوب ونصف من الحليب الدافئ، بياض بيضة والصفار احتفظت بيه. أحتاج أيضا معلقة خميرة ومعلقة سكر. راح نخلط المواد السائلة كل زين، وبعدها راح نضيف الطحين بالتدريج ونخلط حد ما تتكون العجينة عندي. طبعا لا ننسى إضافة الملح. بعد ما تتكون العجينة راح نضيف زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وراح أعجنها تقريبا لمدة 5 دقائق، وضروري الاستمرار يعني لمدة 5 دقائق بالعجن. اترك العجينة ترتاح لمدة 45 دقيقة. وهاي العجين بعد ما اتخمرت كل زين راح افتح العجين واقطعها الى قطع صغيرة حتى ابدأ اعمل الصمون. بعد ما كورتهم راح اتركهم يرتاحون لمدة ربع ساعة. وهاي بعد ما ارتاحت العجينة راح ابدأ افتح العجين بهذا الشكل. فتحت العجين على شكل مربع، راح ابدأ الف العجين بهذا الشكل، نضعه في صينية الفرن. بعد ما كملت كل الكمية راح اتركهم يرتاحون لمدة نصف ساعة على مود يتضاعف حجمهم. وفي هذه المرحلة أحتاج صفار بيضة، حليب، وزيت على مود أدهن وجه العجين.
بهذا الشكل. ورش السمسم على الوجه، وهاي حسب الرغبة، قسم منهم سمسم والقسم الثاني بدون سمسم. راح ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا لمدة من 20-25 دقيقة، أو حد ما تشوفونه أحمر وأصبح جاهز. وبهذا الشكل بعد ما طلعته من الفرن وهو ساخن راح ندهنه بالزبد حتى تعطي لمعة ويبقى طري ويانا. الخطوة الثانية راح نغطيه بعد ما ندهنه بالزبد حتى يبقى طري لمدة طويلة. وهذا الصمون الكهربائي أصبح جاهز، ما أخذ ويانا وقت. وشوفوا لي المنظر شلون شكله يشهي، اللون اللي أخذه، وبالنسبة للصمون شلون راح يكون خفيف من الداخل وهش. وهسه راح نفتح الصمون وراح تشوفوها شلون تكون. وحبايبي هسه نكمل وصفتنا الثانية، الدجاج. بعد ما اتبل كل الزين راح نصفيه من التتبيلة ونضعه على الشواية وتحتها صينية، ندخله على فرن حار يكون على درجة حرارة 200 حد ما يستوي كل الزين. بالبداية يكون من الأسفل وبعدين نحمر الوجه. وهذا الشكل النهائي. طبعا قدمت الدجاج مع البطاطا والكريم الثوم أيضا، وأكيد مع الصمون الكهربائي اللي سويناه. شوفوا اللون اللي أخذه الدجاج ما شاء الله، والتتبيلة داخلة جوا الدجاج، الريحة تخبل والطعم رهيب. وهاي قطعت الفخذ الدجاج، إذا تحبون تسوين على شكل سندويشات بهذا الشكل. نضفنا الدجاج والبطاطا وأكيد صوص الثوم. وانتو شلون ما تحبون تاكلوها، بألف عافية عليكم. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.